ايدين بتبني مش بتضرب. كان يا مكان في بيت دافي مليان حب وضحك، عايش ولدين جميلين، رقان وريان. رقان كان عنده 7 سنين وبيحب يلعب بالعربيات والألعاب. أما ريان كان صغير فكان عنده 5 سنين، بيحب يقلد أخوه في كل حاجة. كل يوم بعد المدرسة كانوا بيقعدوا يلعبوا في أوضتهم سوا ويضحكوا ويتكلموا ويعملوا سباقات بالعربيات. لكن في يوم وهم بيلعبوا ريان قال بحماس: أنا عايز العربية الحمراء النهاردة بتاعتي يا ركان. ركان رد بسرعة وقال: لا، دي بتاعتي، انت خد الزرقاء. ريان زعل وقال: بس أنا بلعب بيها دايما. أما ركان اتنرفز وقال: قلتلك لأ. وقبل ما يفكر مد ايده وزق أخوه. ريان وقع وابتدى يعيط وصوته يعلى. ماما سمعت الصوت وجريت بسرعة وشافت ريان على الأرض وركان واقف ساكت. بصت له بهدوء وقالت: ركان، انت فاهم يعني ايه تضرب اخوك؟ سكت ركان وقال بخوف: هو اللي بدأ، انا كنت بلعب. ماما ركعت على ركبتها عنده وقالت: حتى لو هو بدأ، ايدك مش معمولة للضرب. ايدك دي ربنا خلقها عشان تحمي وتساعد وتطبطب. وبعدين اخدت ايد ركان وحطتها على كتف ريان وقالت له: الايد دي لما بتطبطب بتخلي القلب يهدى. ابتدى ريان يهدى وركان حس ان قلبه وجعه شوية. راح قال لاخوه: حقك عليا يا ريان، انا كنت غلطان خلاص. ريان مسح دموعه وقال: خلاص يا ركان، بس ما تضربنيش تاني. وحضنوا بعض. وفي اليوم اللي بعده كانوا في الحديقة وشافوا ولدين تانيين بيتخانقوا ويضربوا بعض. ركان جري وقال لهم: الضرب مش حل، اتكلموا زينا، احنا كنا بنتخانق كده قبل كده، بس ماما علمتنا ان الايدين بتبني مش بتضرب. الولدين بصوا عليهم وانبسطوا وقالوا: عندك حق. ومن اليوم ده بقى ركان وريان قدوة لأصحابهم، ولو حد زعل التاني يقعدوا يتكلموا مش بيضربوا بعض. وكانت ماما دايما تقول وهي فخورة: لما القلوب بتكون طيبة الإيدين بتعرف تطبطب وتساعد. ونام ركان وريان في الليلة دي وهم مبسوطين جدا وبيحلموا بلعب كتير وضحك بدون خناقات ولا دموع. أصدقائي الصغار، الإخوات ما بيضربوش بعض، الإخوات سند وظهر لبعض. دمتم سالمين وبألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا أصدقائي الصغار، لمزيدا من القصص إن شاء الله.